السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي، اخباركم ايه؟ بجد كده مبدئيا قبل ما ابدا الفيديو بتاعي انا حابه اشكر الناس اللي دخلت عندي جديد، وكتبت لي تعليق، وشجعتني بيه. بجد يا جماعه ربنا يجازيكم خير. ما تتصوروش انا فرحت قد ايه بتعليقاتكم، وفرحت قد ايه باشتراكاتكم. ربنا يا رب يجازيكم خير ويجعلكم دايما نعمه في حياتي. وان شاء الله هكمل الألف مشترك بوجودكم ان شاء الله وبتشجيعكم ليا. انا متاكده وعندي يقين في الله ان شاء الله ان انا هكمل الألف مشترك. وبشكركم كمان مرة تانية يا جماعة على تعليقكم الحلو بجد وتشجيعكم ليا. ربنا يا رب يجازيكم خير. نبدأ بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة معايا نص كوب سكر، معايا نص كوب زبدة أو سمنة المتوفر، معايا بيضة، ومعايا كمان كيس فانيلين. تمام، ممكن زبدة ممكن سمنة اللي موجود عندك يعني. هبدأ بقى أخلط فيهم كده لحد السكر بتاعي ما يدوب في السمنة. تمام. بصي بقى على قد ما تقدري اضربي، يعني خلي اللون بتاع البيض يفتح خالص. طبعا انا عندي مشكله على فكره في الاعصاب، فانا ضربت على قد ما اقدر. نزلت هنا بقى بكوب من الدقيق. تمام، اسف على الصوت. بس مش هحط كوب الدقيق كله، انا بحط تدريجيا. حطيت منه نصه وبعد كده حطيت نصه. تمام. ومعايا هنا كمان نص كوب دقيق تاني، يبقى انا كده حطيت كوب ونص، وحطيت معلقه بيكنج باودر او كيك شيف في الدقيق. هنا بقى في الخطوه دي انا نسيت اضيف معلقتين نشا. تمام، بس انت قبل ما تضيفي الدقيق ضيفي الاول معلقتين نشا. انا هضيفهم دلوقتي زي ما قلت لكم، انا كنت ناسياهم. هبدا هنا هضيفها ان شاء الله دلوقتي، هتظهر في الفيديو دلوقتي. تمام. يبقى انا استخدمت نص سكر، ادي اول معلقه. هحاول برضو ان انا اخليها تختفي خالص، وبعد كده هضيف المعلقه التانية. تمام. هرجع تاني. بصي هي العجينه بتبقى متماسكه، يعني بتلزق حاجه بسيطه خالص. يبقى المقادير معانا نص كوب سمنه او زبده المتوفر، نص كوب سكر، بيضه، كيس فانيليا، معلقتين نشا، كوب ونص دقيق. طب خليها ان انا عملت ولقيت ان العجينه بتلزق في ايديا خالص. طبعا الدقيق من نوع لنوع بيختلف، فيه نوع من الدقيق ما بيمتصش السوائل على طول. تمام. يعني انا احتجت كوبايه ونص، فانا ما تلتزميش بالكوب ونص ده، ممكن تاخدي معلقه زياده او ممكن تاخدي معلقتين زياده. وممكن الدقيق بتاعك يظبط، لان انا عملته قبل كده واخد معايا اكتر من كوب ونص، فانا اتفاجئت وانا بعمله ان هو اخد كوب ونص واحد. تمام. هبدا بقى اشكله بالطريقه دي. طبعا الجو شتاء فهتلاقي السمنه مسكت شويه، خديها على ايديكي كده وبرميها على ايدك وبططيها بالطريقه اللي انت شايفاها دي. طبعا حابه تصغريها حابه تكبريها مش شرط يعني. هنا انا كنت ناسيه ان انا امسح الصاج بتاعي، فاحط نقطه زيت بسيطه خالص، لان كمان انت عارفه ان العجينه فيها زبده او سمنه. فحبه بسيطه بس كده خالص. وابدأي بقى كوريها على ايدك كده واضغطيها. طبعا انا قلتلك ان حجم الكوكيزايه دي براحتك، ممكن تصغريها او ممكن تكبريها. ان شاء الله هتعمليها بالطريقه دي وهتعجبك، وانا متاكده باذن الله انها تطلع اجمل واجمل كمان معاكي. بس زي ما قلتلك انا معلقتين النشا انا كنت ناسيهم وضفتهم في الاخر، فاوعي تعملي زيي. وهو عادي يعني ومش هيجرى حاجه انت لو ضفتهم في الاخر عادي، بس انت يعني حطهم الاول قبل ما تحطي الدقيق علشان ما تنسوهمش زي ما انا ما عملت. تمام. كده شكلت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. تمام. معايا بعد كده الشوكولات شيبس، هبدا احط زي ما انت كده. بصي بقى هنا يعني افضل ان يكونوا جنبيكي بنتك او ابنك، لان بصراحه الموضوع ده يعني انا مش قادره اقول لك هو ما بياخدش وقت. بس الشوكولات شيبس ده انا عن نفسي ظهري وجعني، يعني ظهري وجعني والله من الوقفه منه. فعايزاكم بقى ما تضيعوش تعب كده اونطه. وبجد يا جماعه شجعوني بلايكاتكم. واللي ما اشتركش عندي يشترك فضلا منكم وليس امرا. هحطها بقى على درجة حرارة أعلى من المتوسط، مثلا ممكن ياخد ربع ساعة في الفرن. لو ما أخدتش لون معاكي ولعي لها الشواية. أخدت لون والفرن بتاعك كان بيوزع الحرارة في الفرن كله. تمام. هبدأ بقى أعمل بالطريقة اللي انت شايفاها دي. وكمان نسيت أقولك إن الكوب اللي انت بتستخدمي بيه السكر أو السمنة الدقيق هو كوب واحد. لازم تعايري بيه المقادير بتاعتك كلها. يبقى نص سمنة، نص سكر، كيس بيكنج كيس فانيليا، معلقة بيكنج باودر أو كيك شيف صغيرة، والبيضة. تمام. هدخل بقى الصاج بتاعي زي ما قلتلك على درجة حرارة أعلى من المتوسط. ومعلقتين النشا كمان، حابة ان انا اقولك لو حابة تحطيهم تمام، مش حابة يعني لو مش متوفرين عندك عادي. ما توقفيش نفسك. هي عامة معلقتين النشا بتدي قرمشة. لو حابه ان انت تحطيهم تمام، مش حابه خلاص. انت لو ما ضفتهمش هتلاقي الكوكيزايه معاكي بصي يعني دايبه كده طريه.
فحابه تحطيها حطيها، مش حابه خلاص. وكده يبقى الصاج معايا خلص. هبدا بقى ادخله على الفرن واوريهولكم. وكده بعد ما طلع، وحياة ربنا ان الكاميرا ظلماه فعلا، لونه جميل جدا، ولا هو محروق ولا هو ابيض. هو مش زي ما الفيديو مبين فيه ابدا، والله هو حلو جدا ولونه جميل جدا. بصي يعني اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه كده بتدوب في البق فعلا ذوبان يعني، وما كلفتناش كتير. الدقيق ان شاء الله موجود في كل بيت ان شاء الله، ربنا يا رب يكتر عليكم الخير. وكمان لو انت تعملي صينيه كيكه زي يعني، لو هتعملي صينيه كيكه هتاخد سكر معاكي اكتر كمان من ده. انما ده هو نص كوب سكر، ودفيت البيت وعملتي حاجه للولاد كمان فرحتيهم. الاولاد ملهمش دعوه بالاسعار، غيرت الاسعار ارتفعت، هم ما بيعرفوش كده. فمن نص كوب سمنه، ونص كوب سكر، عملنا الكميه الحلوه اللي انت شايفاها دي. اتمنى ان انتوا لو وصلت لحد هنا متنسونيش باللايك والشير وتعليق منك كده يشجعني بالاستمرار. يبقى جزاكم الله خيرا. بصوا بقى، شايفه الطبق بتاعنا بقى ما شاء الله عامل ازاي. وكمان هوريكم كمان واحده قد ايه هي بتدوب، مش مكتومه من جواها. تمام. هنا بقى التليفون على فكره كان هيقع، بس الحمد لله قدر الله جت سليمه. كده احنا على فكره وصلنا لنهايه الفيديو. بصي معلقتين النشا دول بيدوها قرمشه، يعني انت لو مش حابه يعني تحطي معلقتين النشا وعايزاه مثلا يبقى طري شويه، مش اللي هو أظن مفيش طري أحسن من كده. إن اللي شاء هو الله يعني يبقى تعمليه ويطلع بس يا أجمل برا، من كده بكتير. اللي هو يعني يبقى وبكده طري وصلنا لنهاية شويه. الفيديو. ما أقول لكم تضيفيش دمتم معلقتين بخير النشا. والسلام عليكم ورحمة دمتم الله. بخير والسلام عليكم.